السلام عليكم. تصنتوا لي على هذا الميني روبورتاج. عالم تتسارع فيه الأحداث وتتداخل فيه المصالح، ظهرت ما سمي بقافلة الصمود. قافلة ادعت أنها متجهة من شمال إفريقيا إلى غزة عبر تونس وليبيا في محاولة اختراق الحدود المصرية دون أي تنسيق رسمي. هذا التحرك لم يكن عفويا، بل كان مدروسا ومخططا له. الهدف المعلن كان فك الحصار عن غزة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. هذه القافلة لم تكن سوى غطاء، محاولة يائسة لصرف الأنظار عن حقائق أخرى. الدليل القاطع يكمن في التوقيت نفسه، ففي نفس الأيام التي أعلن فيها عن هذه القافلة كانت الجزائر غارقة في أزمة غير مسبوقة، فشل ذريع في توفير أضاحي العيد لمواطنيها. ليس هذا فحسب، بل تم الكشف عن أن الأضاحي المستوردة من رومانيا كانت محظورة في الاتحاد الأوروبي لأسباب صحية خطيرة. هذه الأزمة كانت تتطلب تغطية فورية، وفي ذات التوقيت كانت قطر تتورط في صفقة أثارت الكثير من التساؤلات: مصادقة إسرائيل على بيع أسلحة لها. هذا اتزام ليس صدفة. القافلة هي محاولة لإخفاء هذه الحقائق المدوية عن الرأي العام. الشعار نفسه كشف عن الأهداف الحقيقية والعداء الدفين. خارطة المملكة المغربية تظهر مقسومة بوضوح داخل شعار القافلة. هذه ليست نصرة لقضية فلسطين، بل هي استهداف مباشر وعلني للمغرب، وتأكيد على الأجندات الخفية التي تحملها هذه القافلة. قافلة الصمود ليست سوى غطاء مفضوح، هدفها الحقيقي هو إحراج مصر بكسر سيادتها، وصرف الأنظار عن فضائح داخلية في الجزائر وقطر، وتأكيد العداء للمغرب. الحقائق لا تكذب. لكم رسالة من واحد غزاوي عن كل أهل غزة: لا بدنا إياكو، ولا بدنا غرفتكو، ولا بدنا إياكو حتى نشوف وجوهكو، ولا بدنا إياكو تخشوا مصر كمان. خليكم في بلادكو، والله لا يحوجنا لإلكو، وإن شاء الله الكاس اللي إحنا دقناه بتدقوه، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكو كلكو.